السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناة العائلة للصحة والمتعة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة اليوم إن شاء الله وبإذن الله فأنا نقدم لكم بيتزا على شكل وردة كيف ما تشوفوا معايا في الصورة، فهي تجي رائعة جدا. وكذلك شيشة كيف تشوفوا معايا، فهي العجين تجي شيشة. نتمنى انكم تجربوا وتنال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للشكل فهي تجي على شكل وريضات. تبعوا معايا الطريقه او تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير هكا باش تعرفوا على الطريقه. خليتكم مع المقادير. بالنسبه للعجين فانا استعملت هنا نصف كيلو ديال الدقيق الفورس، ما يعادل 500 غرام ديال الدقيق الفورس او الفرينه. ضفت عليه القليل من الملح كيف تشوفوا معايا هنا، القليل من الملح تقريبا واحد المعلقه صغيره مع مرش. بالنسبه هنا فانا استعملت معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه او الخميره المعجونه اللي متوفر عندكم، مع 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، ودرت عليهم الحليب دافئ وخليتهم يتخمروا ليا تقريبا واحد 5 دقائق كيف ما تشوفوا معايا. فانا غادي نخويهم على هذا العجين. كيف ما تشوفوا معايا فانا ضفت هنا الدقيق مع قليل من الملح، كذلك معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه مع 2 معالق كبار ديال السكر سنيده والحليب الدافئ. ودابا غادي نبدا نعجن ونبدا نضيف الحليب الدافئ بشويه بشويه حتى نحصل على واحد العجين لين. كيف ما تشوفوا معايا بالنسبه للعجين فهو ولا هكا رطب. من بعد ما بقيت تنزيد عليه الحليب الدافئ حتى حصلت على هذا العجين هذا. دابا غادي نضيف عليه زيت الزيتون. هنا كيف ما تشوفوا معايا فهو ربع كأس، ما يعادل 6 معالق كبار ديال زيت الزيتون. فانا نضيف نصف الكميه وغادي نقوم بالعجن ديالها، عاد نضيف نصف الكميه الاخرى. كيف ما شفتوا معايا بالنسبه للزيت فانا كملت الكميه كامله، بقيت نضيف بشويه بشويه حتى كملت الكميه كامله. واللي بغيت نقول لكم بالنسبه للكميه ديال الحليب فانا استعملت 360 مليلتر ديال الحليب الدافئ، ولكن تيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. ها نتوما العجين كي تيولي فهو تيولي هشيش. ها نتوما دابا ما بقى لي الا ندهن هذا اللي نخلي فيه هذا العجين تخمر، ندهنو بالقليل من الزيت ونغطيه بواحد البلاستيك غذائي اولا السلوفان ونخليه يتخمر تقريبا واحد نصف ساعه اولا حتى يتضاعف الحجم ديالو على حسب الفصل اللي حنا فيه. ومن بعد نرجع لكم باش نوريكم الطريقه ديال الحشوه. كيف ما تشوفوا معايا اعزائي المشاهدين بالنسبه للحشوه فانا وجدتها كيف ما تشوفوا معايا. هنا عندي الفلفل الحلو الاحمر والاخضر، فانا قليته في القليل من الزيت ديال الطون. بالنسبه للزيت ديال الطون فانا تنستعمل هاد لامارك ديال زيت الزيتون، فهكا تجي حتى هي منسماني بزيت الزيتون. بالنسبه للبصل فكذلك قليته في القليل من زيت الزيتون ديال الطون، كذلك الابزار او الفلفل الاسود، الملح، وفي الاخر زدت عليه القزبر والمعدنوس. بالنسبه للطون فانا صفيته مزيان من زيت الزيتون ديالو. واخيرا عندي طماطم، فانا قطعت الطماطم مربعات صغيره بزاف، فعلى حسب بعد مرات تنحكها وبعد مرات تنقطعها بحال هكا. زدت عليها القليل من زيت الزيتون، الملح، فلفل اسود او الابزار، تحميره او بابريكا او فلفل حلو احمر، فلفل احمر حلو، وكذلك شويه ديال الزنجبيل او سكينجبير، شويه ديال التصفيره او الزعفران الملون، تقريبا جميع العطريه زدتها او جميع التوابل. واخيرا زدت عليها شويه ديال النسمه ديال الزعتر، وفي الاخير القزبر والمعدنوس، وحصلت على هذه النتيجه. بالنسبه للعجين فهو ضعف الحجم ديالو، خليته نصف ساعه.
غنحاول نخوي منه هذاك الهواء. هانتوما العجين كيف تجي طريه. دابا نحاول نديرها كويرات. كيف ما شفتوا معايا فانا قطعت الكرات، درت الكرات تقريبا متساويه كيف ما تشوفوا معايا الفقاعات، فهي خمرات مزيان ورطبه بزاف. فانا قطعتهم على درت 10 ديال الكرات. بالنسبه لهاد الوريدات فانا نديرهم متوسطه الحجم، وبالنسبه نتوما تشوفوا الفكره وهكا تحكموا في الحجم ديال الكرات واش بغيتوهم كبار ولا صغار. ندوزو دابا على بركه الله للطريقه. غنرش المكان اللي غادي نخدم فيه بالقليل من الدقيق. وندوز نطلق هاد الكره هادي بالمدلك. هي تجيني سهله بهاد الطريقه هكا. نحاولوا نديروها رقيقه ما نخليوهاش غليظه. غناخذ السكين اللي يكون حاد ونقطع هكا بهذا الشكل هذا. انا غادي نكبر لكم التصويره باش يبان لكم بوضوح. بهذا الشكل هكا. وندوز على بركه الله ندير الحشوه. بالنسبه للحشوه ندير اول حاجه الحشوه ديال الطماطم او لاصوص. فانتوما بالنسبه للحشوه ما تقيدوش بهذا الشيء اللي درت، فانتوما عندكم الاختيار ديروا اي حاجه اي حشوه عجباتكم. فقط نعطيكم الفكره. فهادشي علاش ما صورتش لكم الطريقه ديال باش طيبت الحشوه. فانا قبل صوبت لكم البيتزا لهذا ما بغيتش الفيديو يجي طويل بزاف. غندير القليل من البصل، القليل من الفلفل الحلو. ما تعمروهاش بزاف باش ما تجيش عامره بزاف. وندير طون. فانا نحاول نفرتو هكا بيديا. يمكن لكم ديروا كفته، يمكن لكم ديروا كفته ديال الدجاج او كفته ديال اللحم، يعني اللي حبيتو ديروه. صافي. وغادي ندير الجبن اللي ما وريتوش لكم في المقادير. هكا غادي نقوم بالجمع ديالها. هادشي علاش قلت لكم ما خاصكمش تعمروها بزاف. وفي الاخر نحاولوا نسدوها بهذه الطريقه هذه. هي تجي على هذا الشكل هذا كما تتشوفوا معايا. تيجي شكل ورده من الفوق. وغادي نكمل بنفس الطريقه، واي وحده صوبتها غادي نحطها في اللاطه.
تتقطعوا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للجوانب التحتانيين ما توصلوش ليهم العجين وما توصلوش ليهم الحشوه، كذلك هنا في الجنب. هذه الاخيره، فلهذا تتشوفوا الحشوه عندي شويه قليله لانها سالت ليا قبل الاخيره. هذه الفلفل الحار غنبدا ندور بهذا الشكل هذا. بالنسبه للطرف الاخير كيف تشوفوا معايا فانا تنحاول نغلقو بهذا الشكل باش هكا ما تحرش ليا العجين هكا. بالنسبه للجهه التحتانيه فيمكن لكم تسدوها بهذه الطريقه هذه باش هكا ما يهبطش لكم هذاك المرق، يعني الحشوه ما تهبطش كيف ما تشوفوا معايا. ونحطوها بهذا الشكل هكا ونشدوها. من بعد تنبداو نهبطوا في هذه الوريضات وحده بوحده، يعني بطبقه بطبقه. فهذه الطبقه الاولى كيف ما تشوفوا معايا وتنحاولوا نشدوها بهذا الشكل هكا كيف ما تشوفوا معايا. هذه كذلك نفس الطريقه وهذه كذلك نفس الطريقه. من بعد تنهبطوا الطبقات الاخرين على هذا الشكل هكا وتنقرصوا عاوتاني باش تشد لينا هاد الوريضات هادو اولا هاد الوريقات. وها هي الشكل ديالنا، فهو كيف ما تشوفوا معايا. تحاولوا تقادوه هكا باش هكا تيتشدوا مزيان وتنحطوها في اللاطه. فهو شكل جميل. من بعد غادي نوريكم الطريقه النهائيه تيجي شكل رائع كيف ما تشوفوا معايا. من بعد ما ساليت الوريضات فانا استعملت هذا المول هذا هانتوما. فدابا غادي نغطيها ونخليها حتى تخمر ويضاعف الحجم ديالها، عاد غادي ندخلها للفرن. كما تشوفوا معايا بالنسبه للبيتزا فهي خمرات، فانا غادي ندهنها بواحد البيضه مع القليل من الخل هكا باش يعطي هذاك اللون الذهبي فقط. وبالنسبه للفرن فانا درتو يسخن. كيف ما شفتوا معايا فانا كملتها، فانا ندخلها للفرن مسخن مسبقا. ومن بعد ما تحمر ليا فانا غادي نوريكم النتيجه النهائيه. كيف ما تشوفوا معايا اعزائي المشاهدين بالنسبه للبيتزا ديالي فهي طابت، خرجتها دابا من الفرن تتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو فانتوما ديروا لي لايك وكذلك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. وما تنساوش تشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي عجباتهم القناه ديالي بالضغط على الزر الموجود تحت هذا الفيديو هذا اللي باللون الاحمر، وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وبالصحه والراحه. وبالنسبه لدابا فانا غادي نحيدها من المول وغادي نوريكم النتيجه النهائيه في طبق التقديم. كيف ما شفتوا معايا فانا حيدتها من المول الاول، يعني هذا هو جاني ساهل لانني كنت دهناه بالزيت وكذلك رش عليه الطحين او الدقيق. دابا نحاول نحيدها من هذا المول هذا. كيف ما تشوفوا معايا فقط تناخذ واحد السكين وتنمشي من التحت كما تشوفوا معايا فهي ما لاصقاش. هانتوما فهي ما لاصقاش، فانا نمشي عليها كامله باش تجيني ساهله باش نبغي نحيدها. وبالنسبه للعجين فهي تجي هشيشه بزاف.
فانا تنبقى غادا على هذا الشكل هذا حتى تندور على المول كامل. الا لقيت شي جهه باقا شاده فانا تندير هكا السكين تنحاول ننزلها بلا ما نخدش المول ديالي. بهذه الطريقه هذه تنتكي على العجين. وبالنسبه كيف قلت لكم ضروري انكم تسدوها مزيان. كيف ما تشوفوا معايا هنا وحده فهي تحلات ليا، ها هي. هادشي علاش تنقول لكم خاصها تسد مزيان. ويمكن لكم ديروها في مول عادي ماشي بالضروره هذا. غندير طبسيل اخر بهذا الشكل. ونحاول نقلبها وها هي كيفاش تجي. وبالنسبه للحجم فانتم حاولوا تجيبوا الحجم نيشان، يعني حاولوا تقادوه ما امكن. كيف ما تشوفوا معايا انا هنايا فهي جاتني مقاده، وبالنسبه لهنا فهي غدا وتتصغر. هانتوما كيف تيبان معكم في الصوره. نتمنى ان هاد الطريقه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجباتكم فانتوما ديروا ليا لايك. وبالنسبه هنا في الوسط فانتوما يمكن لكم ديروا كيتشوب، يعني واحد الزلافه صغيره وديروا فيها كيتشوب، فانا ما تناكلهاش دونك ما غاديش نديرها. وهذه هي النتيجه النهائيه، وبالصحه والراحه. خليتكم على خير.